السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد على القناة. رجعت معكم بفيديو آخر ووصفة جديدة، ودائما نبداو بالصلاة والسلام على رسول الله. اليوم الوصفة اللي غادي نشارك معكم هي فكرة كيفاش توجدي العشاء أو الغداء. واحد الوجبة اللي خفيفة وزوينة، تقدروا تسميوها بيتزا ديال البطاطا ولا طورطية ديال البطاطا. هاد الوصفة كتجي صراحة زوينة بزاف، ما تشبعوش منها الوليدات، كيحماقوا عليها وكيبغيوها بزاف. ودائما انا كنحضرها صراحه واحد الاكله اللي بسيطه وسهله بزاف، ما كتاخذش نهائيا الوقت. يعني تقدري توجديها في ظرف اقل من نصف ساعه كتكون واجده. والاهم حاجه انها كتجي بنينه بزاف وكتجي خفيفه، يعني كتاكليها ما كتحسيش براسك انك ثقيله. هاد الاكله صراحه زوينه بزاف، كنتمنى انكم تجربوها. اول حاجه غادي ناخذ البطاطا. هنا خديت البطاطا البيضاء اللي عندي، خديت غير 3. بالنسبه للكميه كتاخذوا الكميه اللي بغيتو نتوما. انا درت غير كميه قليله، نتوما يعني بغيتو ديروا كثر ديروا كثر، ما كاينش مشكله. هنا خديت 3 ديال البطاطا اللي اللي غسلتهم مزيان وغادي نقيهم، يعني نزول ليهم القشره. بالنسبة للبطاطا راه كاينين بزاف ديال الوصفات تقدروا تحضروا بهم، بزاف ديال الوصفات يعني فيهم البطاطا. وهذه وحدة من الوصفات يعني اللي كتجي زوينة، وحنا كنعرفوا بأن أي وصفة فيها البطاطا راها كتجي زوينة بزاف. وهاد البيتزا ديال البطاطا راه كتجي رائعة رائعة، ما تشبعوش منها. هنا غادي ناخذ البطاطا من بعد ما نقيتها وغسلتها، غادي نحاول هكا نقطعها إلى مربعات اللي تكون صغيرة. أهم حاجة تكون مربعات صغيرة باش كتقلها لكم بسرعة، ما كتاخذش لكم واحد الوقت اللي هو طويل. المهم الطريقة ديال التقطيع راه طريقة ساهلة وبسيطة، يعني كناخدو هاك البطاطا وكنحاولو هاكا نقطعوها إلى مربعات صغيورين ونقليوهم من بعد. هنا غادي نكمل الكمية اللي عندي، أنا درت هنا غير 3 ديال البطاطات، نتوما زيدوا إلا بغيتو كمية كتيرة زيدوا. هاد الطورطية صراحة كتجي زوينة بزاف، ما تشبعوش منها والله. وكتجي خفيفة خفيفة، يعني واحد الأكلة اللي بسيطة. يعني ساهلة، إلا عندكم البطاطا نوضوا وجدوها، راه صراحة كتجي زوينة بزاف، ما تشبعوش منها. هنا غادي نكمل البطاطا كامل اللي عندي. أنا غادي نبقى نشارك معكم بزاف ديال الأفكار، كل مرة نشارك معكم وصفة ديال البطاطا أو أكلات هكا اللي يكونوا بساط. كنحاول ما أمكن أنني نجيب لكم أكلات اللي بسيطة اللي تقدروا هكا توجدوها، يعني في آخر لحظة. دائما حنا الاهتمام ديالنا هكا إلا كانت المرأة خدامة ولا أي دري يقدر ينوض يوجد هاد الوصفة. صراحة راه كتجي زوينة وكتجي بسيطة. يعني مرارا كيكون عندنا البطاطا وما تنعرفوا ما نوجدوا بها وكنتلفوا، يعني راه حاجة طبيعية. يعني عطيتكم هاد الوصفة باش تنوضوا أنكم تجربوها. صراحة راه كتجي زوينة بزاف، وأهم حاجة أنها كتجي بنينة بنينة، ما تشبعوش منها. هنا البطاطا علاش كنقطعها طريفات صغيورين باش ما نقليها ما كتاخذش ليا واحد الوقت اللي هو طويل، يعني بسرعة كتقلى ليا. كاين اللي كيدير هاد الطورطيه بالبطاطا مسلوقه، ما كيديرهاش بالبطاطا مقليه، حتى هي كتجي زوينه، لكن كمذاق المقليه كتجي بنينه على المسلوقه. لكن كاين اللي ما كيبغيش المقليه هكا، كتجي ماشي صحيه فكيفضل انه يدير المسلوقه. ما كاينش مشكل سواء درتوها مسلوقه ولا مقليه، راه كيجيو بجوج زوينين. هنا صافي من بعد ما كملت هكا البطاطا قطعتها الى هكا المربعات صغيره. غادي نوضعها هكا في شي صبيره، وغادي ندوز مباشرة نقليها. أهم يعني أول حاجة غادي نبدا بها أنني غادي نقلي هاد البطاطا، نعاود نتلاقى معكم باش نشوفوا شنو غادي نحتاجو في باقي المكونات. هنا راه وريتكم يعني المربعات كيف دايرين، يكونوا صغيورين ما يكونوش كبار بزاف باش كيتقلاو بسرعة. هنا غادي ندوز نقليهم. هنا راني درت المقلة، درت شوية الزيت، وهنا كنحاول هي كنقليها. غادي نكمل هاك الكمية اللي عندي في القلي ونعاود نتلاقى معكم. هنا من بعد ما قليت البطاطا وخديتها على جنب، هنا خديت بصلة اللي قطعتها هكا طريفات صغار، يعني شلطتها. وغادي نحاول هكا نشحرها مع شوية ديال الزيت حتى كننزل القوام ديال البصلة مزيان. هنا من بعد ما قليت البطاطا ويني وشحرت البصلة وجدات ليا، هنا وريتكم هكا البطاطا من بعد ما قليتها. شوفوا معايا هنا مربعات صغيورين ما خليتهمش كبار. هنا غادي ناخد غادي نحتاج 3 ديال البيضات يكونوا كبار. هنا البصلة من بعد ما شحرتها شوفوا معايا راه القوام ديالها نزل.
هنا عندي جوج ديال الفصوص كبار ديال الثومه، والثومه تقدروا ديروا هاد الثومه طريه ولا الثومه بودر ما كاينش مشكل. هنا عندي جوج معالق كبار ديال القزبر ومعدنوس. هنا بالنسبه للعطريه عندي شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الفلفله حمراء يعني التحميره، عندي هنا شويه ديال السودانيه اللي كتبقى اختياريه، هنا عندي شويه ديال الابزار. وبالنسبه للعطريه كنحاولوا ما نقويش، يعني كندير غير شويه من الحاجه. صافي هنا غادي ناخذ هكا شي جبانيه اللي غادي نخلط فيها هاد الشيء. اول حاجه غادي نديرها غادي ناخذ البطاطا، غادي نوضعها هي الاولى، غادي نزيد عليها البصله اللي شحرت. وبالنسبه لهاد الطورطيه صراحه البصله كتجي فيها واعره بزاف، غير جربوها صراحه كتجي زوينه بزاف وكتغير داك المذاق، كيجي المذاق رائع. ولكن الا كنتو البصله ما كتاكلوهاش او ما كتبغيوهاش في الطورطيه فبامكانكم ما ديروهاش، ما كاينش مشكل. لكن انا كنصيحه كنفضل انكم ديروا البصله بنفس الطريقه اللي درت انا، راه كتجي صراحه رائعه. هنا غادي نزيد القزبر ومعدنوس. هنا غادي نجيب حكاكه ونحاول هكا نحك هادوك جوج فصوص ديال الثومه اللي تقدروا تعوضوهم بالثومه بودر الا ما كانتش عندكم هاد الثومه، ولا ما بغيتوش تضيفوا هاد الثومه ما كاينش مشكل. هنا صافي غادي نحك الثومه. هنا غادي ندير العطريه شويه ديال السودانيه، الابزار، الخرقوم. شوفوا معايا هنا راني العطريه ما كنقويش، كندير غير شويه من الحاجه باش يعني هاد الطورطيه او البيتزا ديال البطاطا ما كتجيش نهائيا باين فيها العطريه، ما كتجيش يعني العطريه ما كتجيش طاغيه على البطاطا وعلى البصله، باش ما كتجيش باينه بزاف حيت غادي تبدل لينا المذاق. دائما العطريه كنحاولوا نديروا غير شويه من الحاجه فقط. هنا غادي ندير الملح على حسب الذوق. صافي هنا غادي ناخذ البيض اللي طبعا البيض كيبقى على حسب الكميه ديال البطاطا. انا هنا درت كميه قليله فدرت فيها 3 ديال البيضات، الا كانت الكميه كثيره ديال البطاطا يعني في البيض غادي تحاولوا انكم تزيدوا البيض. دائما كيبقى البيض على حسب الكميه ديال البطاطا اللي درتو. هنا صافي غادي نهرس البيض. وصافي هنا غادي نحاول هكا نخلط ونمزج العناصر مزيان. على هذا الشكل. بالنسبه للطريقه ديال الطياب راه ما كتاخذش نهائيا الوقت بزاف، تقدروا طيبوها في الفورنو يعني ديروها في المقله وطيبوها في الفورنو، ما كاينش مشكل. وتحاولوا هكا من بعد انكم تقلبوها طيبوها على الجهه الاخرى، او انكم ديروها في الفران وطيبوها في الفران. انا مجرباهم بجوجهم في الفران وفي الفورنو كيجيو نفس الحاجه، بحال كيجيو بجوجهم زوينين. ولكن انا اليوم غادي نطيبها في الفران ديال الضو. غادي نوريكم كيفاش غادي نطيبها. هاد الطورطيه صراحه راه كتجي زوينه بزاف، سواء درتوها في الفرن ولا درتوها في الفران ما كاينش مشكل، راه نفس النتيجه في الاخير. هنا غادي ناخذ مقله هكا اللي دهنتها بشويه ديال الزيت باش يعني ما تحاول ما تلصقش ليا. صافي وغادي نوضع فيها هاد الخليط ديال البطاطا. وبالنسبه للخليط انا راه ما قويتش البطاطا، فالا نتوما الا قويتو راه يجي احسن. يعني كل ما قويتو كل ما الطورطيه كتجيكم هكا يعني كتجيكم كبيره كتجيكم عريضه، كتجي صراحه زوينه. انا كانت عندي غير 3 ديال البطاطات، هادشي علاش يعني درت غير كميه قليله. نتوما ديروا كميه كثيره راه ما كتجيش زوينه. بالنسبه للاضافات هاد الطورطيه كل ما درتو فيها الاضافات اكثر كل ما كتجي زوينه. تقدروا ديروا فيها الفرماج محكوك، تقدروا ديروا فيها فرماج مربع، فرماج مثلث، اي اضافه بغيتو ديروها ما كاينش مشكل. هنا غادي وريتكم هنا الفران راني شعلت عليه من الفوق ومن التحت، كندير المقله الوسط وكنخليها طيب لمده ديال 15 دقيقه فقط. هنا العافيه دايرها هنا على 250 درجه، هنا كنخليها طيب لمده ديال 15 دقيقه فقط وكنطفي عليها، ما كتاخذش ليا الوقت بزاف. شوفوا معايا هنا الطورطيه من بعد ما طابت ووجدات كيفاش كتجي صراحه رائعه بزاف. واحد الريحه طالعه منها ما نعاودش لكم، يعني طورطيه لي ساهله كتوجد في يعني في وقت وجيز. صراحه هاد البيتزا ديال البطاطا كتجي صراحه زوينه بزاف، انا كنحماق عليها. كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا يعني كيفاش جاتكم المذاق، كيفاش جاتكم في الشكل.
هنا غادي نحاول هكا نقسم معكم واحد الطريف باش تشوفوا القوام ديالها كيفاش كيجي بحال شكل البيتزا. يعني هذه بيتزا تقريبا ديال البطاطا، كتجي صراحه زوينه بزاف. شوفوا معايا هنايا قسمت معكم طريف. انا غير الشكل ديالها صراحه راه كيشهي، اما الريحه ما نعاودش لكم، الريحه طالعه يا سلام. هنا شوفوا معايا كيفاش كتجي صراحه زوينه بزاف. كيجي هذاك المزيج ديال البطاطا ديال البصله ديال القزبر ومعدنوس، يعني كلشي كيجي باين. يعني كل حاجه كتجي باينه، كل حاجه كتجي متوله. صراحه هاد البيتزا ديال البطاطا كتجي صراحه من اروع ما يكون. كنتمنى انكم تجربوها. واهم حاجه انها كتجي خفيفه وعمليه، تقدري يعني تنوضي تحضريها يعني في وقت يعني اللي قصير بزاف. كانت هذه هي الوصفه ديال اليوم. كنتمنى تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. الا عجبتكم ما تنسوا انكم تدعمونا بلايك واشتراك. شوفوا معايا هنا قسمت هكا طريفات صغار بحال شكل البيتزا ودرتها في طبيصير باش نوريكم كيفاش كيجي القوام ديالها. كيجي صراحه رائع رائع. هاد الطورتيه تقدروا تاكلوها بحال هكا، تقدروا ديروها مع شويه ديال الخبز. صراحه راه يعني ديروها مثلا على شكل ساندويتش، راه كتجي صراحه زوينه بزاف. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.